سلام عليكم. جات لي هديه، تعالوا نشوف مع بعض هل تستحق الشراء ولا اي كلام. المفروض ان الهديه دي عباره عن فوط لتنظيف البيت كله، ولكن ليها فكره. ايه هي فكرتها؟ ان هي بتنظف من غير اي منظفات بالميه بس، وكمان معاها مجموعه من الالواح، صابون طبيعي شكلها عامل زي الفل كده، وكمان مسحوق بينظف الدهون الصعبه. والمفروض ان هو مصنوع برضو من مواد مش ضاره بالبيئه ولا ضاره بالصحه. حلو جدا الكلام ده. هل بقى الكلام ده حقيقي؟ ده اللي احنا لازم نشوفه مع بعض عشان نقدر نحكم بنفسنا. انا هتبع بالظبط الارشادات اللي قالتها لي صاحبه الهديه. قالت لي اول حاجه لازم اغسل الفوط بتاعتي دي قبل اول استخدام زي اي ملابس جديده مثلا، بس في هنا حاجه لازم تتغسل يا اما بالالواح الصابون الطبيعي، او لو ما عنديش الالواح دي ممكن استخدم اي صابون طبيعي تاني زي مثلا نابلسي شاهين، الغار، بحيث ان انا احافظ على الالياف بتاعه الفوط بتاعتي دي. غسلت كل الفوط بتاعتي وهسيبها تنشف كويس جدا، واختار لكم بقى اكتر حاجات في البيت مش نظيفه وهنجرب عليها. اخترت اول حاجه الستاره دي. افتكروا شكل الستاره، هي اخدت كل الشتاء معايا ومليانه تراب عشان هنجرب عليها الشيتس في الاخر. وتعالوا بقى اول حاجه نجرب فوطه تنظيف التراب على الماسوره الجميله دي. الفوطه دي رقمها S12. المفروض ان هي بتمتص امتصاص كتير، يعني لو في ميه او كده كتير تمتصها، وكمان بتشيل التراب كويس قوي. هنشوف بقى مع بعض ده حقيقي ولا اي كلام. فجبت ميه بس من غير اي منظفات، بليت بس نص الفوطه وعصرتها كويس وسبت النص التاني ناشف. هبتدي بقى امشي بالجزء المبلول على التراب كله، وهرجع بالجزء الناشف عشان نشيل اي ميه. اعتقد انا مش محتاج ان انا اشرح النتيجه. بسم الله ما شاء الله، هي نظفت كويس جدا ورجعت الماسوره جديده. بس تعالوا نختبرها كمان مره على حاجه تانية من غير يعني ما هنضفها ولا هبلها تاني ولا اي حاجه. هاخدها على سطح فيه تراب زي ما حضرتك شايفه، وهمشي برده بالجزء المبلول الاول وبعدين هرجع بالجزء الناشف. في الحقيقه هي عجبتني جدا، خاصه ان هي ما سابتش اي تراب ولا وبر مطرحها. الفوطه الثانيه بقى فكرتها ان هي بتشيل الدهون. الجزء اللي انا بشاور عليه دوا خشن، ولكن مش لدرجه ان هو يخربش السطح بتاعها. فقالت لي لو هتستخدميها لدهون يوميه ممكن تستخدميها بالميه بس، لكن لو دهون بقى لها فتره كبيره فلازم معاها محلول المستك. فتعالوا نجرب. طبعا احنا كنا لسه منظفين البوتاجاز قريب، فهو مش متوسخ قوي، فانا سبته كذا يوم يعني يعمل بقعه كده بسيطه، ودلوقتي بجربها بالميه بس. طبعا بعد ما عصرتها، وشايفين ما شاء الله هي عملت ايه. يعني احنا ما احتاجناش اي منظفات ولا حاجه. في العادي كنا هنحتاج منظفات عشان ده ينضف. شايفين اللي طالع فيها دي بقى تعتبر منتشره جدا في الاسواق، وتعتبر اللي اكتشفته بقى في الفيديو ده ان هي تقليد التقليد للفوطه دي اخرها يعني ايه، تمتص بس كده شويه ميه. طب تعالوا نصعب الاختبار شويه وندخل على حاجه بقالها كتير سايباها فيها دهون بقالها شهور. دي الجزء اللي هي ورا البوتاجاز. المفروض على كلام صاحبه الهديه ان انا اعملها بالمستك، بس انا هجرب الاول بالميه. الحقيقه هي نظفت بالميه، ولكن بصراحه كانت يعني عايزه دعك شويه فمتعبه. فتعالوا نشوف لو بالمستك هيحصل ايه. المستك ده بقى المفروض ان انا هاخد، انا هنا حاطه كوبايتين من الميه ومغليه، اهم حاجه مش سخنه عشان تدوب الحبيبات دي كويس قوي. واخدت بس معلقه كبيره وابتديت ان انا اقلبها كويس قوي لغايه لما احس ان هي دابت، واستنيت يهدى شويه بس هو لسه سخن، بس عشان ما يسيحليش الازازه اللي انا حطيت فيها دي بخاخه. وبعدين تعالوا بقى ايه، نشوف كده جزء مليان دهون زي المنطقه دي كده، وتعالوا نرش بقى عليها من المسك. ده اكتر جزء في الفيديو بصراحه انا كنت منبهره بيه، وفي جزء كمان في الاخر هتشوفوه برضو. بالنسبه لمسحوق مصنع من مواد مش ضاره بالبيئه ولا ضاره بالصحه ويسيح الدهون زي اي مذيب دهون قوي، فدي حاجه بجد محتاجه براءه اختراع يعني. مع كمان بقى فوطه الدهون دي خلت السيراميكا من غير اي دعك نضيفه في ثواني. دي بقت من مفضلاتي بجد. كمان قالت لي ان هي تنفع للحنفيات، فدي برضو حنفيه المطبخ يعني من غير اي حاجه، هنا بشويه ميه بس خليتها بتبرق. الفوطه بقى الاخيره دي اللي هي S14 اللي هي اسمها سبليتر، دي المفروض ان هي للمفروشات. انا ما عنديش مفروشات فيها بقع او حاجه، فبصراحه اخترعت لها استخدام جديد. انا عندي الجزء اللي هو المطبخ الالوميتال، فطبعا شايفين قد ايه كميه البقع اللي فيه. وكان عندي المستك اللي احنا عملناه مع بعض ده يوم تاني في التصوير يعني، فطبعا كان برد، فقمت عامله ايه، رشيت على المطبخ بتاعي
بتاعي، فقلت ان انا هقدر ان انا امشي بالفوطه دي على الجزء اللي انا رشيت عليه من المستك، وبعدين هقلب بالفوطه ويكون جزء ناشف تماما، هتشيل اي بقايا بقى للمنظف بتاعي من على السطح بتاعي. والحقيقه ان هي كانت برضو النتيجه مبهره ورجعت المطبخ بيبرق زي المرايه. تعالوا بقى اخر حاجه نختبر معانا الشيت. لو غسلتك زي كده اللي هي الاوتوماتيك اللي هي فتحتها من قدام، فانا حطيت الاول الغسيل وبعدين بنحط الشيت، والمفروض ان لكل كيلو غسيل بتحطي شيت واحد. بصوا الرغوه وبصوا منظر الستاره بعد لما نضفت، يعني رجعتها زي الفل وكمان ريحتها حلوه. انا بقى مع نفسي بقى لقيت اختراع تاني للشيتس هيعجبكم قوي. جبت 150 مللي من الميه وما تزوديش عن كده، وحطيت عليهم شيت واحد ودوبته كويس كده بالسباتولا. الاول حطيته في بامب عاديه يعني اللي هي عندنا كلنا دي، بس كنت متاكده بصراحه ان هي يعني مش هتنجح، بس عشان حضرتك تشوفي معايا. وابتديت ان انا ارج كويس قوي عشان اتاكد ان الصابون يعني داب تماما، بس القوام ما كانش حلو، يعني القوام عامل زي الميه بالظبط. رغى معايا وعمل كانه صابون كويس قوي، بس القوامها مش حلو. فافتكرت ان انا عندي البامبي دي بتاعه الغسول الفوم اللي هي بتكون شكلها كده من فوق، فحطيت فيها بقى، وكانت المفاجأة يعني انت لو عندك بقى بامب من دي على طول اعملي الوصفة دي. شايفين منظر الفوم؟ الحاجات دي على فكرة بتتباع غالية، وبالنسبة للشيت الواحد عمل لنا كده ده كده موفر خلاص، دي انا ضربت عليها محدش ياخد منها. صراحة تستحق الشراء عن جدارة.